بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لقاء مع معالي الدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، حول المحاصيل التعاقدية. السلام عليكم. ازيك يا معالي الباشا؟ اهلا بيك اهلا بيك، كل سنه وانت طيب ومصر كلها جميعا بخير. واحنا طبعا اصبح على قطاع الزراعه دور كبير في تحقيق وتوفير الامن الغذائي لاهالينا المزارعين ولشعب المصري. فاحنا دلوقتي وزارة الزراعة تم إنشاء مركز يسمى بمركز الزراعات التعاقدية، والمركز ده مسؤول عن تسويق المحاصيل اللي المزارعين هيتم التعاقد معاهم عليها. وبنقوم كمديرية زراعة وكوزارة زراعة ومركز البحوث الزراعية باستنباط الأصناف اللي هي سواء كانت هجن للذرة الصفراء أو البذور الخاصة بمحصول فول الصويا ومحصول عباد الشمس أو السمسم، وبنوفر التقاوي عالية الجودة والإنتاج بالنسبة لأهالينا المزارعين. المزارع المفروض اللي هو هيقوم بزراعة هذه المحاصيل بيتم التعاقد ب 22، هناخد بال 22. فأنا بطمن، دي رسالة طمأنة لأهالينا المزارعين، وبنقول لابد إن احنا نعتمد على أنفسنا عشان نقلل فاتورة الاستيراد ونقلل الفلوس والدولارات اللي احنا بنشتري بيها بالعملة الصعبة المحاصيل دي عشان نكفي احتياجاتنا. فاحنا عاوزين نسد الفجوة ونقلل الفاتورة بتاع الاستيراد دي عشان يبقى نقدر نمشي مع توجهات الدولة ونحاول نقل من الاستيراد المحاصيل اللي بناخدها اللي بتخش في صناعة العلايق المركزة، اللي الذرة الصفراء وفول الصويا هما المكونات الرئيسية للأعلاف المركزة اللي بنستخدمها في تغذية الحيوان. احنا حضرتك يعني بنأكد برضه ثاني للساده المزارعين انه لو جاله سعر اغلى من سعر التعاقد عادي يعني براحته انه يبيع بره، عشان نأكد المعلومه دي. احنا متعاقدين هنشتري معاه، تمام، هنشتري منه لو جاله سعر اعلى هنحافظ عليه. تمام، احنا بنحافظ على المزارع بتاعنا، تمام، ومش هنسيبه فريسه لاي حد. تمام، احنا هناخد منك وبسعر السوق، تمام، عشان تمام. ننتج زيت وننتج وناخد كسب. احنا شاكرين الفضل لحضرتك، وكل سنه وعليك طيب. شكرا جزيلا. وانت طيب، ومصر كلها يا رب بخير، ومحافظة الغربية ومزارعيها ربنا يعود علينا وعليهم الايام بالخير واليمن بالبركات. امين. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا.